ثلاثة ديال الأسباب خلات أوروبا تفتح الهجرة للمغاربة في 2025 وزايدة مازال كتفتحها في 2026 إن شاء الله تكون أكثر. الناس كتقول أوروبا سدات، أوروبا صعبت، أوروبا تبدلات، ولكن الحقيقة بالعكس، أوروبا محتاجة للمغاربة بزاف وأكثر ما كتصور. وعندي لك ثلاثة ديال الأسباب رسمية. السبب الأول نقص كبير في اليد العاملة الشابة. شوف هنا شنقول لك، راه الناس كشافوا كاملين الشباب كاع ما بقاو مسوقين يخدموا. الاوروبيين كيكبروا ما بقاوش يخدموا في المهن اللي محتاجه واحد لي فور واحد المجهود. اما هنا راه اللي كيجي من المغرب راه صحيح تبارك الله راه كيجي كينهضر. فهذه واحد الحاجه اللي زوينه وخلاتهم هنا انه وحتى الصوره ديال المغاربه فريمون في الخدمه راه ما خايباش، خصوصا المانيا ما كنشوفهاش خايبه، بالعكس مزيانه وكيحترمهم في الخدمه. السبب الثاني برامج الهجره الجديده بغات الناس اللي باغيين يعيشوا قانونيا، الناس اللي عندها انضباط، اوراق، سلوك حسن. ان هاد الناس هادي بغات تخدم مزيان. الضو كيضربني هاد النوع اوروبا كتفتح ليه الابواب بلا تردد، الابواب عالم سريع ولا عالم مصراعي ولا الله اعلم كيفاش. ندوزو السبب الثالث سيدي، المنافسة بين الدول الأوروبية على العمال. ألمانيا كتحتاج معلم 400 ألف شخص في العام، بولونيا محتاجة نص مليون، هذه كاع ما ممكن نهضروا عليها. البرتغال ما هي أصلا يعني دولة صغيرة وما فيهاش بزاف ديال الناس، فمحتاجة 200 ألف. تخيل أن هادشي كله محتاجينو وانتم كتركزوا على الحرق ولا على شي تخربيق. ففريمون راه عندكم فرص كثيره، راه تقدر تقرا غير شي تكوين بعامين بلا باك وتجي تخدم في اوروبا. ما تفكروش بداك العقليه الحمقى ديال انني غادي كيفاش غادي نقولوا لي غادي نتقاتل باش نوصل باش ما وغادي نريسكي. لا 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 معلم، ما تريسكي ما والو. كاين طرق كثيره وزوينه وسهله، ماشي بالمنطقه ديال السهوله ان غدير هذيك الساعه، ولكن بالمنطق ديال انها ممكنه بالوتيره ديال التراكم فقط. فما تنساوش الى عجبكم هذا الريل هذا ولا الفيديو فولواو على اساس فيديوهات جداد نفعكم بهم ان شاء الله. تحياتي.